تخيل انك كنت بتحلم تورث اي املاك، واول ما بتورث بيت ضخم ما تعرفش ان كان في سر مرعب مدفون تحت البيت، واي شخص بيقرب حياته بتتحول لجحيم. جهز كوباية الشاي بتاعتك وافتح النور عشان ما تخافش، ويلا بينا نبدأ. بيبدأ الفيلم في ألمانيا ونشوف واحد اسمه اون وبيمتلك بيت عبارة عن حانة قديمة، وفي يوم بيروح يفتح الباب لواحد جاي يزوره اسمه نيل، ونيل بيطلب من اون انه ينزل معاه علشان يشوفها ويتكلم معاها، لكن في البداية مش بيكون واضح هو بيتكلم عن مين بالظبط. وون بيرفض تماما انه يسمح له ينزل وبيقول له يمشي، لكن نيل بيعرض عليه فلوس وبيقول له انه محتاج اجابات للاسئله اللي بتدور في دماغه ومفيش حد غيرها يقدر يجاوبه. لكن اون بيرفض للمره التانية وبيحذره ان اللي مستنيه مش هيكون غير الحزن اللي ممكن يدمر حياته. ونيل بيحبط وياخد فلوسه وبيمشي، وبعدها اون بيسجل فيديو وبيحذر فيه اي حد هيمتلك البيت ده من بعده، وبيقول ان في ست عايشه في البدروم اسمها باج هيد، وبما ان اسم الملك الجديد هيتكتب في اوراق ملكيه المكان فهو كده هيكون الواصي على باج هيد، لان صاحب البيت هو الشخص الوحيد اللي بيقف بينها وبين العالم الخارجي، ومهمته الاساسيه انه يمنعها من الخروج من البدروم مهما حصل، لان جواها شر ممكن يأذي العالم كله. والاخطر من كده ان صاحب البيت مش هيقدر يخرج منه نهائي، لانه لو حاول يهرب المرض والموت هيفضلوا يطاردوه في كل مكان. وفي نهايه الفيديو اون بيقول انه هيحاول يتخلص من باج هيد الليله دي، ولو اي حد شاف التسجيل ده فده معناه انه فشل في مهمته ومات. وبعد ما بيخلص التسجيل اون بينزل البدروم، وهناك بنشوف باج هيد مربوطة في كرسي وعلى وشها كيس قماش، واون بيدلق كحول وبنزين في البدروم كله بيجهز انه يولع فيه ويقضي على باج هيد للابد. لكن فجأة اللمبة بتفرقع لوحدها والولاعة بتولع بسرعة في ايده، وباج هيد بتظهر قدامه فجأة، واون بيتخض والولاعة بتقع منه على البنزين والنار بتمسك فيه، وبيطلع يجري من البدروم بسرعة وهو بيصرخ، لكن في النهاية بيموت. وتاني يوم بنشوف بنت اسمها ايريس بتكون مع صاحبتها كاتي، وايريس لسه مطرودة من شقتها بسبب ان هي ما دفعتش الايجار، وفي اللحظة دي بيجي لها اتصال من واحد بيقول لها ان ابوها مات، فبتسيب صاحبتها وتسافر لألمانيا بسرعة، واول ما بتوصل بتروح المستشفى وتشوف جثة ابوها، ورغم ان علاقتها بابوها ما كانتش كويسة الا انها بتتأثر جدا بسبب الطريقة البشعة اللي مات بيها. وقبل ما بتمشي المحامي بينادى عليها وبيعرفها انه مسؤول عن انهاء اجراءات الميراث، وايريس بتستغرب لانها ما كانتش متوقعه اصلا ان ابوها بيمتلك اي املاك، فبتروح مع المحامي علشان تشوف البيت، وهناك بتتفاجئ ان المكان متهالك جدا وديكوراته قديمه بشكل غريب، والمحامي بيعرفها ان عمر البيت اكتر من 400 سنه، وانها بمجرد ما تمضي اوراق نقل الملكيه يقدر يساعدها في تجديده، وبعدها تقدر تبيعه وتكسب منه مبلغ كبير. لكن ايريس بتقول انها مش هتعمل اي حاجه غير لما يكون معاها المحامي بتاعها، وبتعرفه ان هي هتبات الليله دي في الحانه لانها ببساطه ما عندهاش مكان تروح ليه. وبعد ما المحامي بيمشي ايريس بتتصل بكاتي صاحبتها وبتحكي لها كل اللي حصل، وبتقول لها ان هي وابوها ما شافوش بعض من سنين، وعلشان كده ما كانتش تعرف اصلا ان عنده البيت ده. وكمان بتقول لها ان البيت كبير جدا لدرجه تخوف، وكاتي بتقرر تيجي تقعد معاها علشان ما تفضلش لوحدها في الفتره دي. وبعد المكالمه ايريس بتروح تنام، لكن بعد شويه بتصحى على صوت غريب في البيت، فبتنزل من اوضتها وتبدا تدور على مصدر الصوت لحد ما بتوصل لباب البدروم، وهناك بتتفاجئ ان الباب محفور عليه تعويذه ورموز غريبه، وبتحاول تفتحه لكنها بتكتشف انه مقفول بالمفتاح. ولما بترجع بتترعب لما بتلاقي نيل واقف قدامها، ونيل بيطمنها بسرعه وبيقول لها انه ما كانش قصده يخوفها، وبعدها بيعرفها بنفسه وبيقول لها انه عايز يشوفها. وايريس بتستغرب وبتقول له انها مش فاهمه وبيتكلم عن مين، فبيعرض عليها فلوس وبيقول لها انه عاوز يشوف الست اللي موجوده في البدروم لانه محتاج يتكلم معاها علشان يشوف مراته. وايريس بتقول له ان مفيش اي ست هنا وانها عايشه لوحدها في البيت، لكن نيل بيعرفها ان في ناس كتير كانوا بييجوا يشوفوا الست دي، وان ابوها كان بياخد منهم فلوس عشان يسمح لهم بمقابلتها. وبعدين بيعرض عليها فلوس اكتر وبوعدها انه هيدفع لها باقي المبلغ تاني يوم. وايريس بتقول له انها مش معاها مفتاح البدروم وبتطلب منه يرجع تاني بالليل، ونيل بيوافق وبيمشي. وتاني يوم ايريس بتروح للمحامي وبتقوله انها قررت انها مش هتبيع الحانه دي، والمحامي بيديها عقد ملكيه قديم جدا وكمان قلم قديم عشان تمضي بيه، وبيقول لها ان كل حاجه تخص المبنى ده قديمه، سواء العقد او القلم او حتى تاريخ المكان. وايريس ما بتشغلش بالها وبتوقع العقد، وبعدها المحامي بيديها مفتاح المبنى وكمان شريط فيديو بيقول ان ابوها سجله للملك الجديد. وايريس بتساله عن محتوى الفيديو لكنه بيقول لها انه ما يعرفش، وبكده بيعتبر ان مهمته انتهت. وايريس بتاخد الشريط وبقى متعلقات ابوها وبترجع للبيت، وبالليل كاتي بتوصل وايريس بتحكي لها عن
الست اللي عايشة في البدروم وإن أبوها كان بياخد فلوس من الناس وبيخلوهم يقابلوها، وإيريس بتفتكر إن الموضوع مجرد نوع من التسلية وإن الناس دي بتحب تعيش أجواء الرعب، لكن كاتي مش مقتنعة وبتحذرها إن الموضوع ممكن يكون خطر عليها. وإيريس بتحكي لها كمان عن نيل وبتقول لها إن ده مبلغ كبير وإن الفلوس دي ممكن تساعدها جدا، خصوصا إن وضعها المادي صعب. وأثناء كلامهم نيل بيوصل، فبينزلوا التلاتة للبدروم وهناك بيلاقوا فتحة كبيرة في الحيطة، وإيريس بتنادي على باج هيد وبتطلب منها تخرج، وفعلا باج هيد بتظهر قدامهم وشكلها بيكون مرعب جدا، خصوصا إن ملامحها مش واضحة بسبب كيس القماش اللي مغطي وشها. وكاتي بتخاف وبتطلب من إيريس إن هم يمشوا، لكن إيريس بتتجاهل كلامها وباج هيد بتبدأ تقرب منهم، ونيل بيقول لها إن مراته ماتت السنة اللي فاتت وإنه محتاج يتكلم معاها، لكن باج هيد ما بتسمعش كلامه وبتقرب من إيريس، وإيريس بتخاف منها وبتأمرها إنها تقف مكانها. والغريب إن باج هيد بتسمع كلامها فعلا وبتنفذه، وهنا نيل بيفهم إن باج هيد مطيعة لإيريس، فبيطلب منها تأمرها إنها تقعد على الكرسي، وإيريس بتقول له إن السعر كده هيكون ضعف المبلغ، ونيل بيوافق فورا، فبتأمر إيريس باج هيد إنها تقعد، وبالفعل بتقعد على الكرسي. ونيل بيقرب منها وبيقول لها إنه عايز يتكلم مع مراته، وبعدين بيطلع خاتم مراته وبيحطه في إيد باج هيد، وباج هيد بتاخد الخاتم وبتبلعه، وبعدها تبدأ تعمل أصوات وحركات غريبة. وإيريس بتسأل نيل إيه اللي بيحصل، فبيعترف إنه بيعمل ده لأول مرة، وبعدها بيربط باج هيد في الكرسي، ولكن فجأة باج هيد بتصرخ وده بيخوفهم كلهم، وبعدها جسمها بيتحول لهيئة بشرية، ونيل بيفتكر إنها أخدت شكل مراته سارة، لكن لما بيشيل الكيس من على وشها بيتصدم لما بيلاقي قدامه أمه ريجينا، وريجينا بتسأل ابنها إذا كان ممكن يحررها من قيودها، ونيل بيقول لها إن هي ماتت من 20 سنة، فبترد عليه وبتقوله إنها ما كانتش عايزة تموت. ونيل بيسألها ليه عملت كده في نفسها، وبحكي لها إزاي لقاها غرقانة في حمام السباحة، وبيقول لها إنه مش عايز يتكلم معاها لمجرد الكلام، لكنه عايز يعرف ليه عملت كده. وريجينا بتتأثر بكلامه، وفجأة المية بتبدأ تخرج من الحيطة المكسورة، وبشكل مفاجئ ريجينا بتتحول لكائن شيطاني، وبتقول لنيل إن هي بتكرهه لأنها ما كانش عايزة تبقى أم، وبتمد رقبتها بطريقة مرعبة ناحية نيل، والكل بيترعب وبيرجع لورا. وفي نفس اللحظة بيتصدموا لما بيلاقوا إن باج هيد اختفت من على الكرسي، وفجأة بتظهر وبتهجم على نيل وبتوقعه على الأرض، وبتطلع كمية كبيرة من المية من بقها، وإيريس بسرعة بتأمرها إن هي توقف، وبالفعل باج هيد بتسمع كلامها وبتثبت مكانها، وإيريس بتتحرك بسرعة وتحط الكيس القماش على وشها، وده بيسمح لنيل إنه يحرر نفسه. وبعدها باج هيد بترجع الخاتم من بطنها، وإيريس بتأمرها ترجع مكانها، وبيخرجوا كلهم من البدروم. ونيل بيحاول يفسر اللي حصل وبيقول لها ان الخاتم كان بتاع امه قبل ما يديه لساره مراته، وده ممكن يكون لخبط باج هيد وخلاها تظهر في شكل امه. وبعدين بيفتكر ان مقابله باج هيد بتستمر دقيقتين بس، وده السبب اللي خلاها تخرج عن السيطره وتهجم عليهم. ونيل بيقول انه عايز يحاول مره تانية عشان يتكلم مع مراته، وايريس بتقول له ان مراته ماتت ومش ممكن يشوفها تاني، لكن نيل بيقول لها انه بس عايز يودعها للمره الاخيره، وبيديها باقي الفلوس المتفق عليها في ظرف، وبيكتب عليها عنوانه علشان لو غيرت رأيها تعرف تتواصل معاه. بعدها إيريس وكاتي بيتفرجوا على شريط الفيديو، من خلال التسجيل بيعرفوا إن إيريس بقت مرتبطة بباج هيد لأنها أصبحت صاحبة البيت، وبالتالي باج هيد مش هتسمع كلام أي حد غيرها. كمان أون بيشرح إن باج هيد مش هتقدر تأذي إيريس طول ما هي موجودة جوه الكهف اللي ورا الحيط، وعلشان كده لازم إيريس تبعد عن الحيطة دي، وبيكشف لها إن باج هيد عندها قدرة على إحياء الموتى، وطبعا إحنا ملناش دعوة بالكلام الفارغ ده، لكن أون بيحذرها من استخدام القدرة دي، وبيقول لها ان اقصى مدة ممكن تقضيها مع شخص ميت هي دقيقتين بس، وبعد الدقيقتين باج هيد بتخرج عن السيطرة ومحدش يقدر يقف قدامها. والاخطر ان كل مرة حد يتفاعل معاها قوتها بتزيد لحد ما بتوصل لدرجة انها تقدر تسيطر على عقول البشر، وحتى لو حد حاول يهرب من المكان باج هيد هتقدر ترجعه تاني، وعلشان كده لازم إيريس تمنعها من الخروج من البدروم. وفي نهاية التسجيل أون بيقول انه اشترى البيت ده عشان بنته، لكن لما اكتشف السر الموجود فيه قرر ما يرجعش لها ولا يتواصل معاها علشان يحميها من خطر باج هيد. وبعد ما الفيديو بيخلص كاتب بتطلب من إيريس ان هم يمشوا، لكن إيريس بتقول لها انها ما عندهاش مكان تاني تروحه، وكمان نيل غني جدا ومستعد يدفع اي فلوس عشان يتكلم مع مراته، فبتقرر انها تستغل الموضوع وتاخد منه فلوس كتير، وبعدها تبيع البيت وتبدأ حياة جديدة. وكاتب يتوافق وبيتفقوا ان هم ياخدوا الفلوس من نيل، وبعدها يمشوا ويسيبوا المكان، وبينزلوا البدروم، وإيريس بتكتب على السلم جملة ممنوع
ممنوع المرور، وبعدين بتقف قدام الحيطة وتقول إنها صاحبة البيت وإنها مش هتسيبه مهما حصل. وتاني يوم كاتي بتحط برميل قدام باب البدروم، وبيكون واضح إنها خايفة إن باج هيد تخرج وتهجم عليها، خصوصا إن إيريس راحت تقابل نيل في بيته وسابت كاتي لوحدها. وفجأة الصورة بتقع على الأرض قدام كاتي، والصورة دي فيها راجلين، ولما كاتي بتبص في ظهرها بتكتشف إنها متصورة سنة 1972. واحد من الراجلين ده اسمه أوتو، وكاتي بتبحث عنه على النت وبتكتشف إنه صاحب البيت قبل أون. وكمان بتعرف إن أوتو أذى نفسه بعد ما عيلته ماتت بطريقة بشعة. وفجأة شبح أوتو بيظهر قدامها، وكاتي بتترعب وبتحاول تدافع عن نفسها بعصاية، لكنه بيختفي فجأة. بعدها إيريس بترجع البيت ومعاها نيل، وبياخدوا كاتي وبينزلوا البدروم، ونيل بيدي باج هيد سلسلة تخص مراته. والمرة دي إيريس بتظبط الوقت على دقيقتين، وفعلا سارة بتظهر قدام نيل وبتسأله عن اللي بيحصل، فبيقول لها ان هي تعرضت لحادثة عربية ومات. وفجأة نيل بيسألها عن الراجل اللي كانت رايحة تقابله، وبيقول لها انه عارف ان كان في راجل تاني في حياتها، لكن الوقت بيبدأ يخلص. وايريس بتطلب من نيل انه يبعد عن سارة، لكنه بيستمر في الضغط عليها علشان تقول له مين الراجل اللي كانت بتخونه معاه. وبسبب انتهاء الوقت باج هيد بتسيطر على روح سارة، وساعتها سارة بتقول لنيل ان مفيش اي راجل تاني في حياتها، وانها كانت زهقت منه ومش طايقة تعيش معاه بسبب تصرفاته الوحشة معاه. وايريس بتتحرك بسرعة وبتغطي وش سارة عشان تحررها من سيطرة باج هيد، لكن باج هيد بترجع بالكرسي ناحية الفتحة الموجودة في الحيطة، وإيريس بتجري وراها. وفجأة بتشوف مشهد الحادثة اللي ماتت فيها سارة، وبتلاقي سارة قاعدة على جنب وهي بتعيط، فبتقرب منها وبتقول لها إنها عايزة تساعدها. لكن فجأة شكل سارة بيتغير، وباج هيد بتظهر في صورة وحش مخيف وبتهجم على إيريس وبتخنقها وبتقول لها إنها مش فاهمة أي حاجة وإن الاتنين محبوسين في البيت ده. وبعدها بتسيبها وتمشي. وإيريس بتواجه نيل وبتقوله إنه كدب عليهم لأنه ما كانش عايز يودع سارة زي ما قال. ونيل بيعترف انه كان عايز يعرف ليه سارة اذت نفسها، وكمان بيقول انه عايز يتكلم معاها مرة تانية، لان بعد انتهاء الوقت اللي كانت بترد عليه ما كانتش سارة، دي كانت باج هيد. وكانت بترفض وبتقول انه خلاص اخد فرصته وبتطلب منه يمشي. بعدها ايريس بتشوف انعكاس ابوها في المراية، وبتكون عارفة ان باج هيد هي اللي بتعمل كده، فبتقول لها انها مش خايفة منها. وفجأة ايد باج هيد بتظهر وبتلمس ايريس، وفي اللحظة دي ايريس بتتنقل لرؤية اليوم اللي ابوها مات فيه، وهناك بتشوف اون بيستخدم باج هيد علشان يتكلم مع روح مراته كاسرين. وكاسرين بتلومه لانه سابها تموت من المرض وما سألش عنها، واون بيعتذر لها وبيعترف انه سابها هي وايريس بنته لمدة 20 سنة، وبيشرح لها انه كان محبوس في البيت ده ومش قادر يرجع لهم. لكن في النهاية قرر يزور ايريس ويشرح لها الحقيقة. وهنا الدقيقتين بيخلصوا واون بيودع مراته ويحاول يمشي، لكن باج هيد بتسيطر على روح كاسرين وبتترجاه انه يحررها علشان كل حاجة تنتهي. واون بيرفض وبيدلق الكحول والبنزين في المكان علشان يحرق باج هيد. وفجأة المكان بيضلم وأون بيولع على الولاعة، لكن قبل ما يعمل أي حاجة باج هيد بتلمسه. وفي اللحظة دي أون بيموت في الحريق. وبعد ما الرؤية دي بتنتهي إيريس بترجع لأوضتها وبتنام، لكن فجأة بتسمع صوت أبوها بينادى عليها، فبتقوم وتمشي ورا مصدر الصوت. وفي نفس الوقت بتلاحظ إن كاتي مش موجودة في أوضتها، فبتنادى عليها لكن مفيش رد، فبتكمل طريقها لحد ما بتنزل البدروم. وفجأة أون بيظهر قدامها وبيحذرها من خطورة البيت وبيترجاها تهرب قبل فوات الأوان. وبعدها بيمشي ناحية الفتحة الموجودة في الحيطة، وإيريس بتحاول توقفه لأنها عارفة إن داخل المكان ده خطر. لكن فجأة أون بيبدأ يقشر الجلد من على وشه بالكامل، وإيريس بتترعب وبتطلب منه يوقف، لكنه بيكمل لحد ما وشه بيختفى ويظهر تحته وش باج هيد، لكنه بيكون متغطي بكيس القماش. وإيريس بتتعصب عليها بسبب اللي عملته في أبوها وبتحاول تخنقها، لكن فجأة إيريس بتكتشف إن هي اللي بتتخنق بسبب السلسلة اللي في رقبتها. وإيريس بتقاوم بكل قوتها وبتشيل الكيس من على وش باج هيد، لكنها بتتصدم لما بتلاقي باج هيد ظهرت في صورتها هي شخصيا. وفجأة إيريس بتصحى من النوم وهي في حالة رعب وبتجري على الحمام علشان تاخد مقص وتقطع السلسلة اللي بتخنقها، لكنها ما بتقدر، فبتقع على الأرض وبتكون خلاص على وشك الموت. وهنا كاتي بتسمع صوتها وبتجري عليها بسرعة وبتقطع السلسلة وبتنقذها. بعدها إيريس وكاتي بيروحوا المكتب المحامي لأن إيريس قررت تبيع البيت، لكنهم بيتصدموا لما بيلاقوا إن المحامي اختفى ومفيش أي أثر ليه. ولما بيرجعوا البيت كاتي بتطلع الصورة اللي فيها أوتو والراجل اللي واقف جنبه وبتوريها لإيريس، وإيريس بتتفاجئ لما بتكتشف إن الراجل اللي مع أوتو هو المحامي نفسه. وكاتي بتفهم إن المحامي كان عارف سر البيت وإن هو اللي كان بيجيب الناس علشان يخلوهم يشتروا المكان، وبعدها بيسلمهم لباج هيد. وكاتي بتخاف وبتحاول تقنع إيريس إن هم يسيبوا البيت فورا، لكن إيريس بترفض وبتقول لها إن هي مش هتمشي وإن هي ناوية تكسب فلوس من البيت ده زي ما أبوها عمل قبل كده. ووقت كلامهم باج هيد بتسمعهم من البدروم، وكاتي بتحاول تفهم إيريس إن باج هيد بتحاول تسيطر على عقلها
علشان تخليها تفضل موجودة في البيت معاها، لكن إيريس بتتعصب وبتتهم كاتي إنها غيرانة منها لأنها بقت صاحبة أملاك، وكاتي بتتضايق من كلامها فبتلم حاجتها وبتمشي. ولما بتركب العربية بيكون واضح عليها إنها قلقانة جدا على إيريس، وفجأة بتشوف صورة أوتو على الكرسي اللي جنبها فبتقرر تروح للعنوان المكتوب ورا الصورة، وهناك بتلاقي صور وأوراق كتير على الحيطة، ومن خلالها بتكتشف إن أوتو كان بيحاول يهرب من لعنة البيت بأي طريقة. وكاتي بتجمع كل الأوراق وبتحطها في شنطتها، وبعدها بتركب العربية وتبعت رسالة صوتية لإيريس وبتعتذر لها لأنها سابتها ومشيت، وبتقول لها إن هي راجعة للبيت ومعاها حاجات تخص الملك القديم وممكن يقدروا يستخدموها علشان يحضروا روحه ويعرفوا منه معلومات تساعدهم يتخلصوا من باج هيد. وفي نفس الوقت إيريس بتكون في البدروم وبتدي باج هيد الساعة بتاعت أبوها علشان تتواصل معاه، وفعلا أون بيظهر وإيريس بتعرفه إن هي بقت صاحبة البيت، وأون بيستغرب وبيقول لها إن ده مستحيل لأنه حرق البيت أصلا، وإيريس بتقول له إن ده ما حصلش وإنه مات، وبتسأله ليه ما كتبش وصية تبعدها عن المكان، وبيقول لها إنه رفض يكتب وصية لأنه كان عايز يبعدها عن البيت. وإيريس بتقول له إن لو كان كلمها كانت هتعرف الحقيقة وما كانتش هتيجي هنا أصلا، وأون بيعتذر لها ويقول لها إنه كان خايف عليها، وبيحكي لها إنه حاول زمان يبعد عن البيت لكن بمجرد ما خرج منه أمها تعبت وماتت وهو كمان تعب، وعلشان كده خاف عليها وقرر يبعد عنها تماما. لكن إيريس بتتجاهل كلامه وبتسأله عن باج هيد وإزاي ممكن تتحكم فيها، وأون بيرفض وبيحذرها إن ده خطر جدا عليها، وبيقول لها إن باج هيد بتتسلل لعقل الشخص وساعتها هي اللي بتبدأ تتحكم. وإيريس بتقول إن هي هتبيع البيت وتمشي قبل ما يحصل لها حاجة، لكن أون بيفهمها إن طول ما هي اسمها موجود في عقد الملكية فهي مش هتعرف تبيع البيت ومش هتعرف تهرب من باج هيد، والحل الوحيد إن هي ما تستخدمش قوتها نهائيا لأنها كل مرة بتستخدمها قوتها بتزيد. وفي اللحظة دي المنبه بيضرب لأن الدقيقتين خلصوا، وهنا باج هيد بتسيطر على روح أون وبيبدأ جسمه يتحرق، وإيريس بتحط الكيس القماش على وشه قبل ما باج هيد تظهر قدامها، وبعدها بتخرج من البدروم وبتقرر تحرق عقد الملكية اللي اسمها مكتوب فيه، لكن للأسف العقد ما بيتحرقش، وهنا إيريس بتفهم إنها محبوسة في البيت زي ما باج هيد قالت لها قبل كده، وبتندم جدا على قرارها لأنها رفضت تبيع البيت لما كان لسه عندها فرصة، وبتنهار وبتفضل تعيط لحد ما بيغمى عليها. وبعد شوية كاتي بترجع البيت لكنها ما بتلاقيش إيريس وبتحاول تتصل بيها لكن إيريس ما بتردش، فبتفضل تدور عليها لحد ما بتلاقي صورتها مع أبوها محطوطة عند البار، فبتفتكر إن إيريس ممكن تكون في البدروم وبتنزل بسرعة عشان تدور عليها، وهناك بتلاقي ساعة مرمية على الأرض، لكن فجأة باج هيد بتظهر قدامها وكاتي بتتخض وشنطتها بتقع منها، وباج هيد بتاخد قطعة من الورق اللي في الشنطة وبتاكلها. وقبل ما كاتي بتقدر تهرب من البدروم بتسمع صوت أوتو بينادى عليها وبيسألها ليه حضرت روحه، وكاتي بتطلب منه يساعد صاحبتها علشان تخرج من البيت، لكنه بيقول لها إن مصير صاحبتها اتحدد من 400 سنة لأنها بقت الوصية على باج هيد. وبعدين بيحكي لها الحقيقة وبيقول لها من 400 سنة كان في طائفة اسمها الأخوية، والأخوية اكتشفوا بالصدفة إن باج هيد عندها القدرة على استحضار أرواح الموتى، وحاولوا يستغلوا قوتها لصالحهم لكنها رفضت، فوصفوها بالساحرة وربطوها في عمود وولعوا فيها لحد ما ماتت، لكن باج هيد رجعت من الموت وقررت تنتقم منهم. طبعا ده فيلم يا جدعان محدش يركز في الهري ده. وفي الوقت ده المرض بيبدأ ينتشر بين المواشي والمحاصيل دبلت والناس أصيبوا بالطاعون وماتوا، وعلشان الأخوية يوقفوها عملوا طقوس سحر أسود وسجنوها في قبر تحت الأرض. وبعد مئات السنين أحفاد الأخوية فتحوا قبرها علشان يستغلوا قوتها من جديد لكنهم فشلوا، وباج هيد قضت عليهم كلهم، ومن قوتها بقى في حارس واحد بس بينها وبين العالم الخارجي، والحارس ده هو الشخص اللي بيورث ملكية البيت. وأوتو كمان بيكشف إن المحامي واحد من أحفاد الأخوية لكنه قدر يبيع البيت لأكتر من شخص علشان ينقل لعنة باج هيد بعيد عنه. وبعد ما أوتو بيخلص كلامه بيعتذر لكاتي فبتفهم إنه عايز يأذيها وتحاول تهرب لكن باب البدروم بيتقفل عليها. وبعد شوية إيريس بتفوق على مكالمة من كاتي وكاتي بتقول لها إنها محبوسة في البدروم وبتطلب منها تنقذها، وإيريس بتجري بسرعة للبدروم وبتدور عليها، وهناك بتسمع صوتها جاي من جوه الفتحة الموجودة في الحيطة، رغم إن هي عارفة إن دخول المكان ده خطر إلا إنها بتدخل النفق ورا الحيطة وبتبدأ تدور على كات. وبعد فترة بتلاقيها وإيريس بتاخدها علشان تخرجها بسرعة قبل ما باج هيد تظهر لهم، لكن فجأة إيريس بتشوف جثة كاتي مرمية على الأرض وبتقرب منها وهي بتعيط، وفي اللحظة دي بتتضح إن اللي واقف وراها هي باج هيد وكانت مستدرجاها للمكان عشان تخلص عليها. وفجأة باج هيد بتظهر في السقف بشكلها الحقيقي وإيريس بتجري بأقصى سرعة عشان تهرب، وبتقدر فعلا تخرج من النفق وبتوصل للبدروم. وفي اللحظة دي نيل بيظهر وياخد إيريس ويوديها لأوضتها، وهناك بيديها دواء علشان يهدأ أعصابها، لكن الدواء بيكون منوم وإيريس بتنام وبتصحى بالليل على صوت نيل وهو
بتتكلم مع باج هيد من البدروم وبتروح بسرعة وبتقف وبتسمعهم، ونيل بيقول لباج هيد إنه مسح توقيع إيريس من عقد الملكية وكتب اسمه مكانه، وبكده هو هيكون الواصي عليها وهيحقق لها كل رغباتها، وفي المقابل هو عايز يتواصل مع سارة مراته طول حياته. لكن فجأة باج هيد بتهز راسها وبتفهمه إن ده مش هيحصل، ونيل بيتفاجئ إن اسمه بدأ يتمسح من عقد الملكية. وبعدها باج هيد بتتحول لهيئة سارة وبتقوله إن هي حامل وبتطلب منه إن هما يعيشوا مع بعض. وبعدين بترجع باج هيد لشكلها الحقيقي وبتقوله إنه عشان يكمل حياته مع مراته لازم يقتل إيريس الأول علشان يبقى هو الوصي عليه. وبتبلغوا ان ايريس واقفه وراه سمعت كل حاجه، ونيل بيلف ورا ايريس وبيمسكها عشان يقتلها. وايريس بتحاول تقنعه ان باج هيد سيطرت على عقله وانها بتكذب عليه وان مراته ماتت ومش هترجع. لكن نيل ما بيقتنعش وبيحاول يخلص عليها، وايريس بتقاومه وبتقدر تحرر نفسها، وبعدها بتطلع على سطح البيت علشان تهرب. لكن نيل بيلحقها وبيزقها من فوق السطح وايريس بتموت. ونيل بياخد جثتها وبيرجع بقى للبدروم ويحطها قدام باج هيد وبيديها تليفون ايريس علشان تبلعه، وبكده تقدر تضيف اسم نيل لعقد الملكية. ولما ايريس بتظهر قدامه نيل بيعتذر لها وبيقول لها انه ما كانش عايز الامور توصل لكده. لكن فجأة بتصدم لما بيكتشف ان باج هيد هي اللي بترد عليه وبتشكره لانه قتل ايريس وحررها من وصيته. وفجأة انوار البدروم بتنطفى ونيل بيتسحب ناحية الحيطة، وهناك بتظهر امه قدامه وبتبدأ تكسر له ايده. وبعدها بتظهر مراته سارة وبتفضل تخبط راسه في الارض. وبعدين بتظهر ايريس وبتمسك الكرسي وبتضربه بيه وبيخلصوا عليه. وفي النهاية باك هيد بتخرج من البيت وبعدها البيت بيولع بالكامل وبيتحرق. وبكده يبقى قصة النهاردة انتهت. لو عجبك فيلمنا ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتستنى الفيديو الجاي. سلام.